بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم واتشرف دايما بمتابعتكم وتحياتي ليكم. هنتكلم على المباراة اللي لسه منتهية، مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني. طبعا هزيمة النادي الأهلي النهاردة صعبة، عشان بس نبقى الأمور واضحة وإيه في أمل. بس النهاردة الهزيمة دي هتعمل ارتباك كبير جدا للاعيبة النادي الأهلي وللجهاز الفني، خصوصا ان بدايه المشوار هي بدايه الانطلاق. فطبعا خساره النادي الاهلي النهارده اكيد حاله جماهير النادي الاهلي كله زعلان، واللاعيبه كلها زعلانه، والجهاز ومجلس الاداره كلنا زعلانين. بصراحه الاداء النهارده، فين لعيبه النادي الاهلي؟ بجد فين لعيبه النادي الاهلي؟ النهارده مفيش جوه الملعب لاعب يتقال عليه نجم المباراه، او يتقال عليه النهارده بيموت نفسه، او يتقال عليه النهارده ان هو حاول. ودي حاله غريبه جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي. طبعا الواحد اتشرف ان انا من اولاد النادي الاهلي وشاركت مع النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا، كنا بنمر بظروف صعبه جدا في المباريات دي، بس تلاقي فيه روح، تلاقي فيه اداء، تلاقي فيه تركيز. النهارده لعيبه النادي الاهلي بمستر كولر مش موجودين، حقيقي مش موجودين. مفيش ولا روح ولا اداء، الترابط ما بين الخطوط ما بينهم وبين بعض مش موجود. يعني تحس ان الهجوم لوحده ونص الملعب لوحده والمدافعين لوحدهم ومحمد الشناوي لوحده. لا، مش ده النادي الاهلي، مش ده فريق البطوله، مش ده الفريق اللي عايز ياخد البطوله ويعوض البطوله اللي فاتت. لا، عشان توصل لازم تتعب. ورغم ان كلنا اشدنا بالاداء النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ده احنا قلنا خلاص بقى يعني لعيبه جايه من كاس العالم للانديه وعامله اداء كويس وخبرات واداء ومتعه وكوره. المفروض ان انت بتيجي في المباريات اللي زي دي، مع احترامي انت فارق كبير جدا عن نادي الهلال السوداني، مع احترامي ليهم، بخبراتك، بالامكانيات اللي موجوده. لا، النهارده احنا شفنا النادي الاهلي، مع احترامي، الطريق فرقه الهلال خلت النادي الاهلي يلعب زيه. يعني مع احترامي برضو، فعلا مش ده اداء النادي الاهلي. وده المكسب اللي خلى النادي الهلال يقدر يكسبك، ان هو زي ما بيتقال كده جرجرك للشكل بتاعه او الاداء بتاعه. النهارده احنا ما شفناش هجمه غير تقريبا بتاعت حسين الشحات، هي دي الهجمه الحقيقيه اللي الوحيده اللي ممكن نقول عليها حقيقي. النهارده برضو دي يمكن بعد المباراه، بعد مباراه كاس العالم للانديه، ما زالت الاخطاء الفرديه مستمره. انا ما اعرفش مستر كولر ليه ما بيشتغلش على الحاجات دي. المفروض ان انت راجع من البطوله دي عندك الاخطاء تشتغل عليها. مفيش اداء، مفيش روح، اخطاء ساذجه. النهارده شفت يعني شفنا كلنا الهدف بتاع اللي دخل في الشناوي. لا، غريب. الشناوي، بص، انت مش عيل صغير، انت مش طفل صغير لسه ناشئ عشان نطلع نقول لا معلش يا شناوي وشد حيلك للي جاي. لا، بطولة افريقيا يا جماعة، بقول لكم اهو، ما فيهاش معلش. هتتقال معلش، معلش دي لو الامور يعني قريبة، ان انت خلاص كسبان مثلا ماتشين ثلاثة فالماتش ده انت خسرته. لا، انت بداية الانطلاقة، بداية المباراة، بداية البطولة، انت خسران. خسران وخسران، يعني النتيجة هتأثر عليك، لان انت خصوصا ان انت عندك مباراة سان داونز اللي جاية. لا، مباراة صعبة. فرقة سان داونز من الفرق المحترمة والفرق القوية، واللي بتعمل مباريات كبيرة جدا قصاد النادي الاهلي، وبتعمل اداء كويس. واكيد هم مش جايين يهزروا، لان هم برضو عايز يكسبك وعايز يعمل نتيجة، خصوصا ان انت لسه خارج من هزيمة الهلال. فلا، مش ده النادي الاهلي، مش ده الروح النادي الاهلي. النهارده كل الفرقة بكل اللعيبة بالجهاز الفني، هم ما راحوش الماتش، حقيقي ما راحوش الماتش ده، ولا روح ولا اداء ولا حتى محاوله. يعني حتى الاختيار، اللعيبه اللي جوه ما ادتناكش ايحاء في الملعب ان انت تكسب او تتعادل. الشناوي برضو الهدف اللي دخل فينا ده، لا، غريب بصراحه، غريب جدا يا شناوي. انا بحبك جدا، وفي نوعيه لعيبه كده انا بقدرها، بس الاخطاء اللي تيجي من اخطاء كده ساذجه، دي اللي الواحد لازم يقف عندها ويعمل ستوب. لانك انت مش لعيب صغير، انت لعيب النادي الاهلي، لعيب منتخب مصر، عندك الخبرات الكافيه، عندك مؤهلاتك ان انت تشيل فرقه، عندك مؤهلات ان انت تشيل فرقه وتكسب النادي الاهلي. اما الخطا يجي معرفش بشمس، لا، ما انت اكيد برضو اتعودت، والتدريبات والماتشات وخبره المباريات دي كلها
اكيد جالك اوقات كتيره جدا اتمرنت عليها او اشتغلت في نفس الظروف دي، فما ينفعش هدف زي ده يدخل. طبيعي ان هيعمل معنويات كل لعيبه النادي الاهلي. خلاص انت عملت ارتباك للعيبه، عملت ارتباك للجهاز الفني. برضو مستر كولر برضو التغييرات بتاعته غريبه جدا بصراحه، يعني متاخره. يعني في حاله كده من لعيبه النادي الاهلي والجوه جوه الملعب. مش ده النادي الاهلي، مش هو النادي الاهلي حقيقي. مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا على مدار تاريخه ان في المواقف الصعبه بتلاقي اللعيبه. النهارده احنا ما لقيناش لعيبه خالص، لقينا اللعيبه كلها تايهه، اللعيبه سرحانه، اللعيبه ما عندهاش الروح. تحس ان هم ما راحوش الماتش او مش مركزين في المباراه. تحس ان هم سيبكوا بقى من حته الاجهاد، معلش مع احترامي عشان برضو الناس ما تقعدش تتكلم ضغط المباريات. لا معلش ضغط المباريات دي يعني ايه؟ تتقال مع لعيبه صغيره، تتقال مع لعيبه ما عندهاش الخبرات، تتقال على لعيبه ما لعبتش منتخب مصر ولا لعبت مثلا في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي. حقيقي موقف صعب جدا النادي الاهلي. لا قدر الله لا قدر الله النادي الاهلي خسر المباراه اللي جايه من سان داونز، هتبقى موقفه صعب جدا في البطوله. وانا بقول اهو، لو لعيبه النادي الاهلي ما ركزتش مره الماتش اللي جاي ولا الجهاز الفني في الفوز على سان داونز المباراه اللي جايه، انا بقول لكم النادي الاهلي هيبقى خارج البطوله. مباراه صعبه زي ما اتعودنا على لعيبه النادي الاهلي ان يبقوا رجاله. ده الموقف اللي لعيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي محتاج لعيبته ومحتاج الرجاله. كل الدعم للعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. منتظرينكم العوده ان شاء الله باذن الله، وبتمنى لكم التوفيق واشكركم. ابراهيم سعيد.